المحور ديال الاستاذ اولا كان من الضروري باش تكون واحد المراجعه ديال التكوين الاساس ديال الاساتذه، وهذا تم مع الجامعات باتفاق مع الجامعات، وعندنا ومن طبيعه الحال جامعه ديال قضايا منخرطه في هذه العمليه. كان الهدف ديالنا هو هذا المسلك ديال التربيه، لي ليسونس كلي ديال سيونس دو ليدوكاسيون اترافير لي زيناس ولا اترافير لي فاكولتي اللي هما تيديروا هاد المسالك. كان الهدف ديالنا اولا نرفعوا من الجاذبيه ديال هاد المسالك، وهذا اللي تم. يمكن نقول لكم بان في عامين راه ضربنا بخمسه عدد التلاميذ عدد الطلبه اللي هما مسجلين في هذه المسالك في عامين. اليوم تقريبا 40,000، في هذه عامين كنا تقريبا 7,000 الى 8,000، دوك 5 المرات ضعفنا عدد التلاميذ. رفعوا الجاذبيه تعني ايضا وضعنا وسائل اضافيه، خصصنا واحد لانديمنيتي اللي هي هناك تداريب داخل المؤسسات التعليميه. من قبل كانوا الطلبه ما عندهم علاقه مع المؤسسات التعليميه، دابا درنا هناك تداريب اللي هما تنأديو على تعطيو واحد لانديمنيتي دو ستاج ديال 1000 درهم شهريا لهاد التلاميذ لهاد الطلبه اللي هما تيساهموا في هاد التداريب. وهذا في حقه تيجعل بان هاد التلاميذ تيكون عندهم حتى في التكوين ديالهم تيكون عندهم واحد العلاقه مع ما يجري داخل المؤسسات التعليميه، وتساعدهم باش. وهذا جعل بان حتى المستوى ديال التلاميذ اللي هما رجعوا تيدخلوا لهذا المسلك ارتفع. عندنا تقريبا اكثر من 80% ديال الطلبه اللي هما في هذا المسلك طلبه اللي هما خداو الباك افيك مونسيون. ومن طبيعه الحال العمليه ديال التوظيف اللي تقوم بها الوزاره، والمبادره اللي تقوم السنويه اللي تقوم بها اللي تنظمها الوزاره، تتحاول كل ما يمكن باش هذا المسلك يرجع هو المسلك الاساسي ديال التوظيف في المستقبل. وهذه السيروره راها الان جاري. موضوع الاستاذ هو ظروف العمل ديالو، وانا تكلمت بان تنوضعوا داخل الاقسام وسائل اضافيه. هذا ايضا تيساعد وتيكون التكوين مستمر. هذا تيساعد الاستاذ باش يلعب الدور ديالو كامل داخل الاقسام، باش يحسن العطاء ويحسن اثار على التعلمات ديال التلاميذ. موضوع الاستاذ هو من طبيعه الحال الوضعيه الماديه ديال الاستاذ، وهو ايضا سيروره المسار المهني ديال الاستاذ. هادو من النقاط اللي جات في النظام الاساسي اللي الحكومه صادقت عليه خلال شهر فبراير